السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ فدوى ام علاء. اليوم جيت نحضر معاكم وجينا نشاركوا جميع واحد لي كيك غير بيضه واحده بدون حليب ولا ياغورت. الصراحه كتجي زوينه بزاف ورطبه، وممكن تحضريها لقوتي الوليدات. كتجي زوينه لا في الشكل ديالها ولا في المذاق. لأول مرة كيشوف القناة ديالي يدير اشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل كل جديد. ما نطولش عليكم بزاف، دوزوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. عندي في المقادير عندي كاس إلا ربع ديال سكر حبيبات، عندي نص كاس ديال الزيت المائدة، واحد كيس فانيلا، واحد الخميرة ديال الحلوى، واحد البيضة والدقيق باش غادي نخلطوا العجين ديالنا. غادي نشدوا واحد الاناء، غادي نوضعوا بيضه، واحد كيس فانيلا وسكر سنيده ولا سكر حبيبات، وغادي نطرب الكل مزيان بالطراب الكهربائي. لما كانش عندكم طراب كهربائي تخلطوا عيب بالخلاط اليدوي وطربوا مزيان ديك البيضه مع سكر حبيبات. غادي نضيف واحد قبصه ملح وغادي نطرب الكل مزيان حتى يتضاعف الحجم ديال البيضه مع سكر حبيبات. وغادي نحصلوا واحد الخليط اللي ابيض. غادي نستمر انا في الخلط ديال الكيك بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الزيت شويه بشويه مع الخلط. والمكون اللي غادي نديرو، المكون اللي قلت لكم في الاول فيديو، هو كاس ديال الماء غليان. هذا هو الاضافه ديال هاد الكيك، بدون بيض بدون ياغورت. غادي يجيكم واحد الكيك اللي زوين ولذيذ صراحه، كيجي رائع. غادي نخلط الكل مزيان وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق غادي نحتاج، انا غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه باش تعرفوا التدقيق ديال هاد العبار. يعني غادي ندير الكاس الاول، من بعد غادي نضيف الكاس، غادي نضيف نصف كاس، ومن بعد غادي نعاود نضيف نصف كاس، يعني التوتال كامل تقريبا هزات ليا 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. انا ما بغيتش ندير معكم دفعه واحده، بغيت ندير معكم دفعه باش تعرفوا شحال درت ديال الدقيق. هو كيجي واحد الخليط اللي كيجي شويه خفيف، ما كيجيش ثقيل، باش كيجي الكيك رطب وكيجي ناجح. غادي نستمر انا بالتحريك بحال هكا. وقلت لكم هاد الكيك هذا راه ما كيستغرقش الوقت بزاف، دغيا كيوجد، وحتى في الطهي ديالو ما كيشدش الوقت بزاف، تقريبا واحد 15 دقيقه في الفران، دغيا كيوجد. والمذاق صراحه كيجي رائع. غادي نوضع هذيك الخماره وغادي نخلط الكل، وهالخليط ديالنا واجد. من بعد كنشد واحد الطاوه، عندي العبار ديالها، عندي فيها 29 على 31 العبار ديال هاد الطاوه هذه. غادي نكب الخليط ديالي، تقريبا كنخلي واحد 2 معالق ديال الخليط، تقريبا 2 معالق ماشي بزاف، يعني غير باش نديرو ديك الخطوط باش نزوقوا بها الكيك. كنحاول انا نفرغ الخليط في الطاوه كامله بهذا الشكل هذا. من بعد ما قديت الخليط ديالي في الطاوه، غادي نشد هذيك العجين اللي بقات ليا، واحد 2 معلقات اللي خليتهم. غادي نوضع ملعقه صغيره ديال بودره الكاكاو، وغادي نخلط الكل، وغادي نديروها في بلاستيكه ولا في بوش ديال الكريم، مهم في اي حاجه عندكم توفره، باش غادي نديرو خطوط فوق الكيك. هانتوما غتشوفوا انا غادي ندير هاد بوش عندي ديال
ديال لا كريم. غادي نعمر هذاك العجينه ديالي اللي بقات، وغادي نشكل خطوط بهذا الشكل هذا، خطوط عشوائيه. غادي نستمر انا في هذا الشيء حتى نكمل الخطوط. من بعد ما كملت الخطوط بهذا الشكل هذا عشوائي، غادي نشد واحد كيردون، غنشكل بهذه الطريقه على شكل رخامه بهذا الشكل هذا كما موضح في الفيديو. في هذا الاثناء غادي نشعل الفران ديالي حتى يسخن مزيان، وغادي نقص ليه علاش يعني الطياب ديالو بحال الكيك عادي، هو دغيا دغيا كيوجد. من بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالو من بعد ما غادي يطيب ونرجع معكم. من بعد ما طاب لي الكيك ديالي كيجي بهذا الشكل هذا، غادي نقلبوا في هذا البلاطو باش غادي نقسمو على نصفين، باش غادي نشكل هكا قطع اللي غيكونوا متساويين. غادي نقسم هكا في النصف. من بعد غادي ندهن في الوسط ديال هاد لي كيك، غادي ندهن الكونفيتور ديال الفراوله. المهم اي حاجه عندكم متواجده، يعني عسل، اي حاجه بغيتو. المهم انا عندي كونفيتور اللي عندي متوفر هو الكونفيتور ديال الفراوله. غادي ندهن الكيك ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول نوضع المهم غادي ندهنو كامل. انا عندي هذا المربى عندي بالطروفه، غادي نحاول نحيد ديك الطريفات ديال المربى. غادي نخليه غير هكا عي سائل، غادي ندهنو هكا بهذا الشكل، وغادي نوضع النصف الاخر عليه، وغادي نقسم عاوتاني على جوج كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نشكل هكا مرسوات طوال، طرونشيات بحال هكا طوال متساويين. صراحه كميه كتجي لا باس بها، المذاق ديالها صراحه كتجي رائعه، صدقوني كتجي فنه، غير جربوها. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، غير بيضه واحده. صراحه عطاتنا هذه الكميه هذه اللي لا باس بها، صراحه كتجي زوينه في المذاق، غير جربوها وتبعوا المراحل ديالها، راه سهله ودغيا دغيا كتوجد. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللي لايك وتعاليق محفزه اللي كتخليني دائما نعطي اكثر فاكثر. ولاول مره كيزور القناه ديالي يدير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل كل جديد. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.